مساء الهنا مع جنى. النهارده معانا ترند جديد وحلقه جديده هنتكلم فيها عن احداث العالم وترندات الكون. واليومين دول كل كبار العالم والمنطقه بحالها موجودين في نيويورك بقالهم يجي اسبوع في الاجتماع السنوي لمنظمه الامم المتحده، لانهم بيناقشوا قضايا الدول والكوكب والتغير المناخي والحروب والثورات والتحالفات وكمان التوازنات والتطلعات وشويه مواضيع سخنه ملهلبه تستحق ان احنا نفهمها مع بعض ونعرف ايه اللي بيحصل ونفهم كمان ايه اللي بيتناقش ويا ترى ليه علاقه بينا ولا ملهوش. بس خلينا النهارده يا معلم نشوف مع بعض ايه الحدوته بالظبط. طب ما بقولك ايه، من غير تفكير ومن غير حوار جنى هتولعها نار. وقبل ما اخش لك في الموضوع لازم اوضح لك شويه نقط، لا قصدي نقاط، اللي هي دي. ايوه هي دي النقطه الاولى. ايه هي منظمه الامم المتحده دي اصلا؟ هي منظمه اتاسست بعد ما انتهت الحرب العالميه الثانيه سنه 1945 وبتضم 93 دوله، والهدف منها هو حفظ السلام العالمي والتنسيق بين الدول. والمنظمه دي بتجتمع كل سنه في شهر سبتمبر مع بدايه الخريف. طب هو الاجتماع ده مهم اصلا؟ الحقيقه انه مهم، بس المره دي الغيابات كمان كانت مهمه لانها المره الاولى تقريبا اللي ناس كتير مؤثره تعتذر، وكان على راسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بس السيسي ممكن تديله عذره علشان الرئيس مش فاضي وعنده الانتخابات الرئاسيه اللي داخل عليها قريب، وعلى الرغم من انه شبه ضامنها بسبب رصيده الكبير عند الشعب، لكنه قال طب والله ما انا رايح. وخد عندك كمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وراه حرب كبيره مع اوكرانيا، فقال لك برضه طب والله ما انا رايح وهبعت وزير الخارجيه بتاعي يروح مكاني ويشوف هيعملوا ايه، خصوصا ان الرئيس الاوكراني زيلينسكي هيكون موجود وهيروح يشحن الناس ضدي. وبوتين اساسا يتعامل مع زيلينسكي رئيس اوكرانيا على انه عيل صغير عايز يتأدب، مش على انه رئيس دوله. بص يا معلم، ومن غير لف ولا دوران كده انا هخش في الموضوع على طول. الدوره دي مختلفه تماما عن كل الدورات اللي فاتت كلها من اجتماعات منظمه الامم المتحده. ليه؟ لان الخناقات بين الدول الخمسه الكبرى في المنظمه وصلت لحد ان ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جين بيانغ، الثلاثه دول وضيف كمان عليهم الرئيس الروسي، كلهم ما حضروش الاجتماع السنوي الحالي. ودول بقى رؤساء 4 دول من اللي ليهم حق الفيتو. ولو ما تعرفش حق الفيتو فده من الاخر كده حق انك تعترض وتعرقل اي قرار للمنظمه. واللي بيتمتعوا بحق الفيتو كلهم اول عن اخر 5 دول، وهم امريكا وفرنسا والصين وروسيا وانجلترا. يعني بالبلدي كده مفيش حد موجود من بتوع الفيتو غير امريكا اللي رئيسها جو بايدن بيحاول يلم المنظمه اللي قدرت تحافظ على الامن في اوروبا، وده من ساعه ما انتهت الحرب العالميه الثانيه لحد ما بوتين فجر الحرب الاوكرانيه. قص البلاوي. المهم ان غياب الدول دي فسروا السفير بتاع فرنسا في منظمه الامم المتحده جيرار ارو بانه تهديد للتعدديه في عالم بقى متغير ومتعدد الاطراف. يعني بالبلدي كده يا برنس فيما معناه ان الدول دي مش هي بس اللي بقت بتمتلك القدره على توجيه القرارات وفرض ارادتها، وان في ناس تانية طالعه وبدات تشكل قوه عظمى بسبب الخلافات اللي بين الاقطاب الخمسه. هو يا ريتها خلصت على تصريح السفير الفرنسي، لا ده كمان اردوغان استغلها فرصه وحب يولعها اكتر ويشعللها كعادته، وقام قايل في الكلمه الافتتاحيه بتاعته في بدايه الاجتماع السنوي للمنظمه ان المؤسسات اللي اتاسست بعد الحرب العالميه الثانيه ما بقتش بتمثل الواقع العالمي النهارده، وان العالم ما بقاش بيقتصر على ال5 دول دول. يعني من الاخر كده انتم ال5 ما بقيتوش لوحدكم، وان في ناس تانية تقدر توجه وتاثر في العالم وتقدر تفهم بقى من خلال الكلام والافعال. والحلقات اللي فاتت كلها اللي اتكلمنا فيها عن حرب روسيا واوكرانيا ومحاوله الصين التدخل في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، واللي بيحصل دلوقتي في النظام العالمي اللي استمر من 1945 لحد دلوقتي شكله هيتغير. والتغيير ده بدأ دلوقتي على الهادي، بس هيتحول لحقيقة بعد ما تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية، ويمكن يكمل زي ما هو مع تغيرات صغيرة زي ان مثلا ممكن تلاقي الصين او روسيا ما بقاش معاهم حق الفيتو. هو ده على فكرة اللي طلبه الرئيس الأوكراني في كلمته قدام الأمانة العامة لجمعية الأمم المتحدة، او العكس برضه. يعني فجأة تلاقي بريطانيا او امريكا او فرنسا اتحولوا لدول زينا عادي ومش معاها ولا حق فيتو ولا نيلة ولا 60 نيلة حتى، ويمكن اصلا ما تلاقيش منظمة الامم المتحدة كلها على بعضها اساسا. ولحد يا سيدي ما نشوف التحولات والتغيرات الاقليمية والعالمية هتعمل ايه في العالم. تعال نبص على الاجتماعات الحالية في الامم المتحدة السنة دي هيحصل فيها ايه. وبقول لك ايه، سيبك بقى من الاجتماع بتاع الجلسة العامة ده لانه على قد ما هو مهم بس في الاهم وهي الجلسات الجانبية. يعني مثلا الرئيس الامريكي جو بايدن خد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وقعدوا في اجتماع
جانبي. ما تقوليش وانا مالي. ازاي مالك؟ ده رئيس امريكا قاعد مع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، يعني لازم فلسطين هتكون ضمن اللي هيتكلموا عنه. وده اللي قاله بايدن في تصريحاته قبل اللقاء. قال ايه بقى عمك بايدن؟ قال انه هيناقش حل الدولتين، وده طبعا كلام مهم جدا ليه، وبالذات بعد ما ترامب كان قايل انه مفيش حاجه اسمها دولتين، وان احنا مش هنعترف غير بدوله اسرائيل، ومفيش حاجه اسمها فلسطين اساسا. نتنياهو بقى راح قايل للصحفيين انهم كمان هيناقشوا ازاي انهم يقدروا يحققوا فكره وجود سلام وتعاون مع المملكه العربيه السعوديه. واربط ده بقى مع لقاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع قناه فوكس نيوز، والكلام اللي اتقال فيه. شوف اهو ده لقاء واحد بس من ضمن اللقاءات والمبادرات اللي بتحصل في الاجتماع السنوي للمنظمه. ومن الاخر كده تقدر تقول ان الاجتماع ده بيحدد اهم القضايا والملفات اللي رؤساء الدول هيشتغلوا عليها الفتره اللي جايه. من ضمن الحوادث اللي ركبت الترند في اجتماع الامم المتحده السنه دي لقطه بين دولتين مش بينزلوا لي انا كجنى منظور، الاولى ايران والثانيه اسرائيل. اللقطه دي بدات لما كان رئيس ايران ابراهيم رئيسي بيقول كلمته قدام زعماء العالم، قام السفير الاسرائيلي زي الخازوق رافع صوره الشهيده مهسا اميني اللي قتلها النظام الايراني بسبب الحجاب. وطبعا حتى لو انا مش عاجبني ايران ولا حتى اسرائيل، بس ما ينفعش نبقى في بروتوكول او اجتماع رسمي فتقوم تقاطعني وتغلوش عليا بالطريقه دي. ما هو لو كده كان المفروض كل الدول العربيه ترفع صوره الشهداء والضحايا والاطفال اللي قتلتوهم في فلسطين. وعلشان طبعا ما يصحش كده راح الامن اتلم عليه وطردوه بره القاعه. يلا يا جدع يخرب بيت غتاتة امك. ايه يعني الغتاتة بتاعت امك دي؟ ايه الغلطانة اللي انت فيها دي؟ خد عندك كمان يا معلم ان من ضمن المبادرات اللي حصلت السنه دي في الاجتماعات مبادره السعوديه لحل الازمه السودانيه وانهاء الحرب اللي شغاله بقالها 5 شهور. ورئيس الوفد السعودي قال اننا هنستضيف الاطراف السودانيه علشان نحاول نوصل لحل سلمي بينهم. وطبعا الاجتماعات بتاعه الجمعيه العامه شغاله والاتفاقات والتربيطات على ودن. الاهم بقى ان احنا ينوبنا بالحب جانب ونوصل لاي حاجه كمصر او كعرب، لان المصلحه تقريبا واحده. يعني لو الحرب السودانيه انتهت ووقفت اكيد ده هيكون ليه مكاسب كبيره جدا، اقلها حل مشكله اللاجئين اللي مصر استقبلت منهم لوحدها حوالي 310 الف لاجئ من بعد الحرب. ولو حل الدولتين اتحقق وحصل اعتراف دولي بفلسطين فده هيكون الانجاز الاهم. بس طبعا احنا مش عارفين كل اللي بيدور في الاجتماعات الجانبيه اللي تقدر تقول عليها اهم من البروتوكول الشكلي اللي بيحصل في الجلسه العامه. بس عموما كده او كده يا ريت ما تنساش ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده وترند جديد. سلام عليكم.